السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي العزيز؟ حالي بخير والحمد لله. ما شاء الله. اسمك يا أخي الفاضل؟ اسمي عبد الرحمن سليمان. أريد أن أسألك شيئا من مادة التوحيد، هل تسمح لي؟ نعم، سلني ما شئت سأجيبك إن شاء الله. من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أين الله تبارك وتعالى؟ الله تعالى في السماء فوق العرش. والدليل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا الله لعبادته وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أعظم واجب علينا؟ أعظم واجب علينا التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. اذكر أنواع التوحيد. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والدليل قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. ما كلمة التوحيد وما معناها؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ما أعظم ذنب؟ أعظم ذنب الشرك بالله تعالى. والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ما الشرك؟ هو عبادة إله من دون الله أو مع الله تعالى. اذكر أنواع الشرك. أنواع الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. هل يعلم الغيب أحد سوى الله؟ لا يعلم الغيب أحد إلا الله وحده. والدليل قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون. وعلى هذا نكتفي واللقاء إلى الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي العزيز؟ حالي بخير والحمد لله. من أي دولة أنت؟ من دولة كينيا في منطقة منديرا. في أي حي تسكن؟ في حي بولاكوسلي. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة ابن الجزري الدمجية. ماذا أدرس؟ أدرس كتاب الله وتربية الإسلامية. أنت تعلم شيئا من مادة الفقه؟ نعم. ما شاء الله. كم مراتب الدين؟ مراتب الدين 3، وما هي؟ وهي الإسلام، الإيمان، الإحسان. والإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الإيمان بالله هو الاعتقاد أن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عرف العبادة. العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. ما عمود الإسلام؟ عمود الإسلام الصلاة. عرف الصلاة. الصلاة هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة. كم صلاة تجب على المسلم في اليوم وليلة وكم عدد ركعاتها؟ 5 صلوات: صلاة الفجر 2 ركعات، وصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات. عرف الزكاة. الزكاة هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة. عرف الصوم. هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. ما حكم الصوم؟ الصوم فرض عين على كل مسلم بالغ قادر عاقل. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عرف الزكاة. عرف الحج. هو التعبد لله تعالى بقصد بيته الله الحرام لأعمال مخصوصة في
زمن مخصوصة. اذكر أسماء 3 من الملائكة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل. اذكر الكتب السماوية وعلى من نزل: صحف إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل السلام. الزبور على سيدنا داود عليه السلام. التوراة على سيدنا موسى عليه السلام. الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام. الفرقان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متى تقوم الساعة؟ علمها عند الله لا يعلمها إلا هو. ما دار الكرامة؟ دار الكرامة الجنة. كم عدد أبواب الجنة؟ أبواب الجنة 8 أبواب. متى يرى المؤمنون ربهم؟ إذا دخلوا الجنة. ما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. ما أحسن الخلق وأفضلها؟ أحسن الخلق الصدق. ما أقبح الخلق وأسوأها؟ أقوى الخلق الكذب. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ما اسمك؟ اسمي خالد عبد الله. كيف حالك يا خالد؟ حالي بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أنا بخير وعافية، وأنا مسرور بلقائك. شكرا لك يا أخي. وأنت من طالب المدرسة؟ نعم، من طالب المدرسة ابن الجزرية التمجيدية. ما شاء الله. إذا أسألك شيئا من بعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي، سأجيبك إن شاء الله. عرف اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتته أمه؟ كان عمره 6 سنوات. من الذي كفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ كفل جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرضعته حليمة السعدية. ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في صغره؟ عمله بالراعي والتجارة. من هي زوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجة الأولى خديجة بنت خويلد. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، والإناث فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ عمره 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملك الجبريل عليه السلام. ما أول ما نزل من القرآن الكريم؟ أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى علم الإنسان ما لم يعلم. كم كانت مدة الدعوة سرا؟ 3 سنوات. إلى أين كانت الهجرة الأولى بالصحابة؟ كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. ما اسم الصحابي الذي كان سببا في إسلام أهل المدينة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هجرته من المدينة. ما اسم أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ بنى مسجد قباء. كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة وهي حجة الوداع. كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ عمره 63 سنة. من هم خلفاء الراشدون؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي
أبي طالب رضي الله عنه. من هو أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أول من آمن من الصبيان؟ آمن من الصبيان أولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو سيد الشهداء؟ حمزة عبد المطلب رضي الله عنه. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هي أول شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت الخياط رضي الله عنها. من هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه. صلوا على نبيكم أيها المسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ حالي بخير والحمد لله. أنت من طالبات المدرسة. نعم أنا من طالبات المدرسة الملتزمة. أريد أن أسألك شيئا من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل تأذن لي؟ نعم سأجيب لك، تفضلي يا أختي. ماذا تقول عند الخروج من البيت؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تقول عند دخول البيت؟ بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. ماذا تقول قبل النوم؟ بسمك اللهم أموت وأحيا. ماذا تقول بعد الاستيقاظ من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ماذا تقول قبل الطعام؟ بسم الله. ماذا تقول بعد الطعام؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ماذا تقول عند دخول الحمام؟ بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ماذا تقول عند دخول الحمام؟ غفرانك. ماذا تقول عند دخول الحمام؟ ماذا تقول عند دخول الحمام؟ غفرانك. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ماذا تقول قبل الوضوء؟ بسم الله. ماذا تقول بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ماذا تقول بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ماذا تقول بعد التسليمتان من الصلاة؟ أستغفر الله 3 مرات. ما هي تحية الإسلام؟ تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، زادك الله علما وفهما. آمين. ولك مثل ذلك. شكرا لك يا أختي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متبادلان هدنا عينون نفتدي به متبادلان هدنا عينون نفتدي به متى اللي نحكي نتيجة سوغيني ناجحون إننا ناجحون إننا ناجح اسمعوا الحاضر نحن ناجح بيدي ناوي إلينا نور مغدري بيدي ناوي إلينا نور مغدري ما تهمت نركب إنه نركب وذهلنا ناجحون إننا ناجحون إننا ناجح اسمعوا الحاضر نحن ناجح والدك إلي نكعايا نسينا والدك إلي نكعايا نسينا نور البنو لسينا
نفسا ونورنا ناجحون إننا ناجحون إننا ناجحون اسمعوا يا حاضر نحن ناجحون معلميتي نودي جيسان مهدي ليلى معلميتي نودي جيسان مهدي ليلى نعفي بينارك وحوي بيناتنا ناجحون إننا ناجحون إننا ناجحون اسمعوا يا حاضر نحن ناجحون إننا لناجحون ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر بكم طاب المكان وغنة الإنعام في ثمر إنسانك مدرستي فإمام ابن الجدل تسامى قدرها الأمم ويمم شكرها النعم تخرجنا بحمد الله أتممنا نالنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم غالبنا فإن سألوك مدرستي فإمام ابن الجزل تسامى قدرها الأمم ويمم شكرها النعم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا